عارفين مشكلة الكلاب الأكبر إيه؟ إننا محشورين بين 3 وجهات نظر ل3 فئات مختلفين. المجموعة الأولى اللي بتدافع عن الكلاب وشايفين إن ما ينفعش نضطهدهم أو نقتلهم ولا حتى نعذبهم. المجموعة دي شايفة إن في ناس كتيرة موجودين في المجتمع بيتمادوا في أذية الكلاب، وكتير من الأزمات اللي بيحصل فيها عض أو عقر من الكلاب للناس بيكون سببها أصلا الإنسان هو اللي بدأ العنف. وطبعا أنت لو بصيت ليهم من وجهة النظر دي هتلاقيهم صح وكلامهم منطقي جدا. مش كلهم طبعا، هتلاقي وسط المجموعة دي ناس بتأفور وبتمثل وبتحزق كتير عشان الريتش والمشاهدات، وهتلاقي بعض الناس بتعمل كده لمجرد ان هي تجمع فلوس او تجمع تبرعات. وللاسف بيظلموا معاهم الناس الكويسه الرحيمه اللي بتعمل كده بدافع خوفهم على الحيوانات البريئه، ودول اللي يستاهلوا الدعم اصلا. المجموعه الثانيه هي الاهالي او الناس العاديه، واللي شايفين ان مشكله انتشار الكلاب بالصوره دي او بالتجمعات دي ممكن تهدد حياتهم او حياه اولادهم. محدش يقول لهم بقى ثبات انفعالي، ولو قابلك كلب ما تجريش وما تخافش ومش هيعمل لك حاجه ولازم تفضل واقف وهو مش هيأذيك والكلب غلبان والحاجات دي. مهما حاولت تتكلم في النقطة دي مش كل الناس عندهم استجابة او رد فعل او بيقدروا يملكوا نفسهم في وقت الخطر او اللحظة دي بيكون عندهم ثبات انفعالي. مش كل الناس هتقدر تتحكم في ردود افعالها او ردود افعال اولادها لما يتحطوا تحت خطر. وحتى لو الكلب مش مصدر خطر خالص ومش هيعمل له حاجة، بس فكرة ان الكلب قدامه او بيقرب منه ممكن حرفيا يترعب منها وما يقدرش يتحكم في رد فعله. ده واحد بيترعب اصلا لما يشوف كلب، ثبات انفعالي ايه اللي هتتكلم فيه معاه؟ والجزء ده اللي بتحاول المجموعه دي توصله للمجموعه الاولانيه ان هم مجرد بيخافوا من الكلاب. انا عارف ان الكلب مش هيأذيني بس بخاف منه، بالتالي انا مش حابب ان انا اكون موجود في موقف اتحط قصاده. بس كل الردود اللي بتقابلهم ما تخافوش، ما تجروش، خلوا عندكم ثبات انفعالي، ودي حاجه مش في ايديهم خالص. ده طبعا باختلاف تخوفهم من فكره نقل الامراض ومن فكره انتشار الفضلات بتاعه الكلاب في كل مكان حواليهم. والناس دي طبعا بفكرهم ووجهه نظرهم دي معاهم حق، بس هتلاقي في وسط الناس دي ناس مؤذيه كل غرضها ان هي تشبع غريزه الانتقام والاجرام والعنف جواها، تقتل وتخوف وتسحل الكلاب وتحولهم من كائن مسالم استحاله يأذي اي حد لكائن خايف اي انسان هيقرب منه ممكن يهاجمه لمجرد ان هو خايف بس. وبالتالي الكلب في الموقف ده هيتحول من جاني لمجني عليه. المشكله ان الخناقه الاكبر ما بين الجزء الوحش من هنا والجزء الوحش من هنا، وبيضيع في وسطهم الاغلبيه الكويسه واللي دايما بينظلموا عشان الوحشين صوتهم عالي وبيحزقوا كتير. المجموعه الثالثه هي الدوله في البدايه كانت عاوزه او بتحاول ان هي تقلل اعداد الكلاب عن طريق القتل، وساعتها كان بيطلع عليهم الناس ان ده ما ينفعش وان ده حرام والدنيا بتقوم عليهم، وطبعا معانا حق. فقرروا يقللوا من الحاجات ديت شويه، فلقوا ان اعداد الكلاب بتزيد وبدات ناس تتكلم ان اعداد الكلاب زادت، والناس برضه هاجت عليهم تاني. طب هي الدوله من وجهه نظرهم هتعمل ايه؟ لا كده عاجب ان انا قتلت وقللت، ولا كده عاجب. ايه المفروض اللي انا اعمله بشرط يتناسب مع الميزانيه